السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد ومع إشراقة سعيدة. هقول لكم على السريع كده مع أسرع وأسهل طريقة هنعمل بيها كاليماري مقرمش وطعم روعة جدا، يعني وأكلة بحرية تحفة. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ننساش ننزل ندوس لايك وسبسكرايب للي اول مرة يشوف القناة عشان يوصلكوا كل جديد مني. في بولة صغيرة كده هحط فيها زي ما انتم شايفين كده توم مفروم، تمام، وعليه هريسة شطة او هريسة حارة، تمام، وشوية خل. طبعا التوم ببقى فرماه او دقاه يعني بملح، تمام. وطبعا حطينا كده الخل، كمون وفلفل اسود مع بعض كده. خلطة سريعة وسهلة جدا جدا ومكوناتها موجودة في اي بيت طبعا. تمام، هقلبهم كده مع بعض كويس ونجيب الكاليماري بتاعنا. بنكون مقطعينه كده بالطريقة دي. طبعا بيبقى بنغسله كويس جدا بملح، تمام. طريقة غسيل الكاليماري يعني سهلة، بننضفه بعد تنظيفه بنغسله كويس بملح، بندعكه بالملح لحد ما ينضف كويس. طبعا لو مفيش كاليماري او بديل الكاليماري طبعا السبيد، تمام تمام بنفس الطريقة دي. وهنا نزلنا عليه بالخلطة بتاعتنا كده ونقلبه كويس بقى كده مع بعض، تمام. مفيش اسهل من كده، طبق سهل جدا. هنا طبعا بعد ما سيبناه شوية في التلاجة ساعة او ساعتين، بنجيب شوية دقيق كده وبننزل بالكاليماري كده. بنعمله كده بالدقيق، تمام، زي ما بنعمل اي سمك. بنغطيه كويس بالدقيق، تمام. وهنا بعد ما خلصت وعملت الكمية كلها بالدقيق، وفي طاسة سخنة فيها زيت سخن مولع، نزلت طبعا بيه كده وتحمر بالطريقة دي كده. بنحمره على طول، يعني مش هياخد معانا وقت كتير، على طول بننزل بيه في الزيت. وشه بيحمر بسرعة وبنطلعه على طول. سريع جدا جدا وعايزه اقول لكم ومقرمش وجميل جدا وريحه تحفه. شفتوا طبق سريع جدا ومفهوش اضافات كتير. بنطلع طبق حلو قوي وينفع يتحط قدام عزومات كده مع اي سمك بحري. بجد حلو قوي. والى اللقاء، مع الف سلامه.